لو قعدت ايلون ماسك مع ناسا صعب يعملوا اللي فولفو عملوه، طلقه على 4 عجلات تقدر توصلك من التجمع لاكتوبر في ربع ساعه. 3 ثواني مش كفايه انك تعمل فيهم حاجه، بس كفايه انك توصل من 0 ل 100 بالطلقه دي من فولفو. اسرع كومباكت موجوده في السوق عشان بتيجي بموتورين كهرباء 428 حصان، والعزم 543 نيوتن متر، ومش خلفي، ده الاربع عجلات بيحركوها. وفي منها فئه الرينج بتاعها بيوصل ل 590 كيلومتر في الشحنه الواحده، وتقدر تشحنها من 10 ل 80% بالشاحن السريع في اقل من نص ساعه. بتنزل بجنود 19 انش مقفوله عشان الايروداينامكس، وكل تفصيله معموله فيها بالشياكه، من اول شكل الليدات لسحبه الفوانيس اللي ورا والسقف اللي كله ازاز عشان يديك البانوراميك فيو. من جوه بقى عالم تاني، ديزاين جديد من فولفو بشاشه سنترال 12 و3 انش. الميزه في الشاشه دي انها بنظام جوجل بيلت ان، وكمان فيها وايرلس ابل كار بلاي واندرويد اوتو، وساوند سيستم هارمان كاردن، حكايه كانك قاعد في حفله بالظبط. وسيمز للامبيانت لايتس تخرجك من اي مود اكتئاب. بتتحكم في الازاز اللي قدام الزرارين دول، ولو دوست على الرير تقدر تتحكم في اللي ورا، والاثنين الكاب هولدرز بيطلعوا بالمنظر ده. الجلاف بوكس بيفتح من الشاشه. الكرسي شكله حكايه ومريح جدا، عندك جلد تحت ومواد ريسايكلد فوق، وكمان علم السويت في الجنب. عندك مساحه تخزين هنا، وكمان 2 تايب سي فاست تشارجنج و2 وايرلس تشارجر. مساحه الشنطه 320 لتر، والميزه انها غويطه فهتشيل معاك كتير. وعشان العربيه كهرباء بالكامل عندك كمان مساحه تخزين قدام. وفي الامان فولفو دايما معاك ادابتيف كروز كنترول، لين كيب، وبلايند سبوت اسيست، ودور اوبننج اليرت، وفيها 4 كاميرات، يعني جايبين لك 360 درجه حوالين العربيه. وسعر العربيه بيبدا من 1,799,000. من الاخر السوق المصري محظوظ بعربيه زي دي، وانصحك جدا تجربها وتقول لي رايك.